هلا مرحبا، ايامكم سعيده. ايامكم سعيده وكل عام وانتم بالف خير وايدوخن بريخه. ايدوخن بريخه، هاي مو عربي، هاي كلداني. هاي كلداني. معناها يعني ايامكم سعيده basically، يعني ميري كريسمس، ايامكم سعيده هيك. صحيح. وهم اكو شيء لاخ كانوا يقولوه خويله مارن. خويله مارن، يعني ولد المسيح، اي يعني Jesus is born. هاي 3 شغلات نقولها احنا بالعيد عندنا. وهم بنهاية الفيديو راح نسوي لكم كويز على بعض الكلمات اللي نريدكم تتعلموها من هذا الفيديو. فاليوم المحتوى اللي نريد نسويه انه ايش سوينا بايام العيد. احنا رحنا ببيت اهل نوره، نريد نقول لكم شنو هي الحلويات اللي كلناها بالعيد العراقيه وشنو هي الاكل اللي كلناه بالعيد. يمكن الشانل كلها حتكون اكل، هو شكو غير شيء، هو الاكل العراقي اكل طيب. هو العراقيين يحبون الاكل عاده. اي يحبون هواي الاكل. فخلينا نبلش بالمحتوى ونقول لكم ايش سوينا بالعيد. يلا. فوصلنا لبيتكم، امك كانت تسوي اول ما وصلنا؟ كانت تسوي كليتشه. كليتشه او كليتشه. هي امي تسوي 3 انواع. حشوه مال تمر، حشوه مال جوز الهند، وحشوه مال الجوز. انا بالنسبه لي يعجبني اكثر شيء مال التمر. انا مو هالقد ويا الكليتشه. شوفوا انتم تلاحظون الاكسنت مالها تقول كليتشه، بس هي العراقي يسموها كليتشه. الكليتشه اذا يحكون سوره، اذا واحد يعني متربي يحكي سورته هاي يقولوها كليتشه. لاحظت اني بالكومنت كانوا يقولون حرف الار مالتش مو مثل العراقي، ابالك امريكان اكسنت. يمكن انه انا احكي بالبيت سورة اكثر، بس من كنت بالعراق اكيد تعلمت عربي عراقي بالمدرسه، بس بالبيت كنت دائما احكي سورة. ممكن من هيك تشوفون حرف الار مالتي شويه مختلف. انا دائما احكي عربي، احكي عراقي يعني بالبيت. لما بالبيت نحكي مصلاوي احنا، بس برا البيت بغدادي، يعني لهجه بغداديه. ونسوي لكم في اليوم فيديو على اللهجه بغداديه مصلاويه. شوف انواع اللهجات، اكو هواي لهجات بالعراق. هسه خلينا نرجع للكليتشه. نرجع للكليتشه. امي تسويها حشوه رقيقه، تفرشها بالهذا شو اسمه؟ نسيت. أنا راح اخابر امي تنطينا الاسم بعدين احطه بالكابشن. هذا ما اعرف شو يسموه والله. المهم تفرشها العجينه، بعدين تحط مثلا طبقه مال تمر هيك رقيقه وتلفها. بس لحظه، هي تفرش العجينه رقيقه وتفرش التمر بوحده رقيقه، وبعدين تحط التمر على العجينه وبعدين تلوفها. وراح تشوفون الفيديو. صورت كل هناك، انا لزمتهم تصوير. تلوفها هيجي، بعدين تقصها قطع صغيره. هاي مال التمر. وقبل ما تدخلها تسويها بالبرش بالفرشه بيض، حتى شنو تلمع لما يطبخوها. همينه يحطون بالشنقال بالشطل ظروف حتى يستوي لبطنها. والبقيه حشوه جوز الهند وحشوه تمر. هي يعني عادي، هي شلون ما تريدون تسووها. اكو قسم يسووها دوائر، قسم يسووها هيك برما، ما اعرف شلون. يعني حسب كل واحد حسب شي يريد، بس المهم اكو 3 حشوات يعني. هاي كليتشه. خلياني احكي على زنود الست. اختي كانت تسوي زنود الست، انا وقفت على راسها. كانت تسوي زنود الست. همينه عجينه كلش هاي تكون رقيقه مثل العجينه مال البقلاوه. يعني شلون يسوون بقلاوه، مو يحطون هيك رقائق عجينه. فتجيب العجينه تفرشها هيجي. امها كانت تحضر تصفط الجيمر، يحطون ببطنها يعني ويبنج كريم، هو مثل جيمر مسويته او قشطه يعني، او قشطه. عافيه، قشطه جيمر ويبنج كريم ويا شكر شويه، فيصفطوه هيجي يحطوه. احنا سوينا فيديو على الزنود الست شلون كانت مقرمشه طيبه. شوف ذاك القرمشه طيبه هواي. والله هواي هيك خفيفه تسويها. بعدين تلفها همينه وتقصقص، وكل ما تقصقص يكون عندها مسطره، وانا وراها وين المسطره. فتقصقص وبعدين ثاني يوم يقلوها ويحطون فوقها شيره وفستق. طيبه هواي. هاي اكلها هاي احنا نموت عليها، ناكلها اثنيناتنا. هاي الكليتشه عندكم، وعندكم زنود الست. بقت الأكلة الرئيسية اللي نورة ما تحبها ما تأكلها. هي الباتشا العراقية. عادة بالعيد يأكلون باتشا.
بليلة العيد كانوا دي يحضرون الباجة. أول شيء أمي شنو تنظفها مو؟ أول شيء أمي تنظفها هي الكرشات والمنبار والكراعين كلها وتحطهم بالمجمدة. بعدين بليلة أو قبل ليلة العيد تطلعهم تنظفهم من جديد وتحشيهم. يعني تنظيف هواية، لأنه هسه نحكي لكم هي الباجة العراقية يعني يسوون كل أعضاء يعني هواية أعضاء من الخروف والبقرة يطبخوها كلها سوية، وأكيد أكو هواية بلدان يأكلون هيك أكلات. سوي كومنت إذا أنت مشوف منين. أتوقع بأفغانستان يأكلون، بالهند يأكلون بعضها، هواية دول يأكلون مثلا بعض الأجزاء هم هيك شغلات. فالمهم حضرتها نظفتها. إحنا لما جينا كانوا دي يحضرون التمن واللحم وثوم، يسوون هاي الخلطة، يحضرون تمن لحم وثوم، لأنه هذه راح يحشون بيها بعدين المنبار والكبايات. المنبار هو الأمعاء، الانتستين، الأمعاء من الخروف أو بقرة، والكبايات هو المعدة مالت الخطية. فيحشوها المنبار، يحشوه والكبايات يحشوها، بس لازم يخيطوها. أوكي، فهاي لازم تتخيط. فهاي جزء، هذا الجزء أنا أكله كبايات ومنبارات. أنت كل شيء ما تاكلين، أنا بس أكل كبايات ومنبارات. الجزء الآخر اللي يسووه هو عندك رأس الخروف هم يأكلوه، لأنه ورا ما يطبخوه يصوه بالنص ويفتحوه، يأكلون المخ، يأكلون العين. إحنا ما ناكل العين. أنتم ما تاكلون العين؟ والله يعني بالعراق كانوا شفت أشوف عالم يعني كل شيء. أي أكو عالم يأكلوه. يفسخوه. فأنا ما يعجبني هواية، بس هو طيب يعني. فيطبخون الرأس، يطبخون كراعين هي الرجل مال الخروف، كلها كولاجين. اي كلها هاي كولاجين تفيد يعني للمفاصل. اي فيطبخون هاي الشغلات كلها ويا حمص همينه ولسان مال الخروف همينه، كلها يطبخوها سويه. المنبار كبايات بحد وهذول يطبخوها بحد، بس شنو يخبطون شويه الماء مال هاي وهاي حتى يطلع طيب. فهذا احنا سووها كلها بليلة العيد. بعدين رحنا للكنيسة، ورا ما طلعنا للكنيسة على ليلة العيد يعني صار الساعة 12 الصبح ضربنا الباجة. ايه وانت سويتي؟ قاعدة تتفرجت عليك. قاعدة تتفرج، أمرها خسارة ما تاكل لحم خطير. أنا من كنت صغيرة كنت أكلها الباجة، كانت طيبة. ايه أعرف الباجة طيبة، بس ما بعدين صرت كبرت قمت أكره اللحم، فتركت كل الأكلات اللي بيها لحم. ايه أمي دائما تسوي لي كبة بيها دجاج. ايه كبة دجاج. انتوا راح تلاحظون كل شيء هنا على القناة حيكون أكل. فبس دجاج أكل وأكلات بحرية. فهذا الشيء سويناه ليلة العيد. ثاني يوم أهلي جوي ورحنا ببيت أخذها، كأنه وجبتين سريعة، فطور وبعدين غدا. الفطور رمينا نزل فطور عراقي، عندك الكاهي والجيمر من الفيديو الفات. هالمرة كان اكو باسطرمة عراقية. يمكن فد يوم نجلس نسوي لكم فيديو أكثر عن باسطرمة عراقية وبيض، وكان اكو يعني دجاج وشغلات متفرقة، خضروات، فواكه، جبان، لبن، عسل، جيمر، كاهي. هاي الشغلات كلها شغلات خفيفة يعني، ماكو هواية خفيفة، تاكل تقوم ما تحس. ماكو بروتين متنا احنا جيم وهذه كل لازم بروتين. فالمهم هذا كان الريوق. بعدين الغداء نزلنا الدولمة هاي في اليوم هاي يحتاج لها يوم كامل. الدولمة نشوفكم شلون نسويها وهاي، بس الدولمة هي يعني العراقية هي جريب ليفز يعني. وياها ونزلنا الباجة من البارحة همينة كملناها. هواية كان كبايات مبارات. أكلت هواية باجة؟ اي والله طيبة كانت. طيبة تخبل. أنا بس دولمة أكلت. هي أكلت الدولمة بدون لحم حتى تاكلها الأخت. فهذا اللي صار. الأخت. الزوجة. Alright, so now we want to test you guys on a few things that we want you to learn from this video. Alright, so basically the main thing is how you say Merry Christmas. You know, we usually say أيامكم سعيدة, which is أيامكم شنو? Your days. سعيدة. Happy. So your days are happy. أيامكم سعيدة. Wishing you happy days. Yeah, wishing you happy days basically. Yeah, that's a good way to put it. Another one is كل عام وأنتم بخير. So كل is every عام year. وأنتم you بخير well. Okay, so every year hopefully you guys are well.
And if you want to say it in Chaldean, how would you say it? إدوخن بريخة وكل شاطئ بسخوتة. Okay, so إدوخن بريخة is basically I hope your days are happy. And the other one? Yeah, مثل العربي. اي والكل عام وانتم بخير شلون؟ كل شاطئ بسخوتة. كل شاطئ بسخوتة. And for me, I don't speak Chaldean, so I'm learning. But I can learn it quick. So can you repeat that for them? إدوخن بريخة وكل شاطئ بسخوتة. Okay, so that's the similar to say أيامكم سعيدة كل عام وانتم بخير. We also say هويلي مارن, which means Jesus is born. Yeah, Jesus is born. You can say, we don't really say that in Arabic, ولد المسيح, to greet someone, maybe at church, like Jesus is born. All right, now the other words we want you guys to learn is pache, which is just the Iraqi food, so it's not really, you're not going to add anything to your vocabulary. It's basically the main dish in Christmas or Easter. Yeah, so the main dish in Christmas, Easter, pache. Kleche is also the main sweets in Christmas or Easter? Yeah. Or Easter also. And you have the znoodsit. Znoodsit is also very popular. So, you know, you got to learn this because if you go to Iraq, if you go to Iraqi restaurants, you got to ask for znoodsit. It's really tasty. Yeah. Yeah. And the other things we want you to learn is the stuff we talked about in the pacha. Like ras al-kharuf, ras is head. And it can be used for anything. Like my head, rasi. My head. So ras al-kharuf, kharuf is sheep. But we also want to teach you baqara, is cow. So baqara, because sometimes they use stuff from baqara for pacha. Yeah, I think my mom used from baqara and kharuf. Yeah, here in America is you know, more cows available than sheep. Over there, more sheep. So yeah, ras al-kharuf, ras baqara. And the other thing is ilsan, which is tongue, tongue of the sheep or the cow, both same thing. And we have شنو بعد؟ عندنا منبار وكرشات كبايات. Yeah, so mumbar is the intestine of the sheep or the cow. Kebayat is the stomach of the sheep or the cow, or kurshat. Or the skin. Or the skin of the stomach. Yeah, skin of the stomach. Yeah, of course. It's not going to be the inside, just the skin, the skin of the stomach. And kara'in. Kara'in, yeah. Kara'in is the feet, but you don't. That's not how we say feet in Arabic. That's just strictly maybe for pacha. You know, feet. You could say qadam. And we also forgot to mention the kleche. She mentioned 3 kinds. So what are they? Kleche tamar, which is dates. عندنا كوليتشة جوز الهند coconut. وعندنا كوليتشة جوز اللي هي almonds. No, walnuts. Walnuts, yeah. Walnuts, yeah. Walnuts. So you have dates, tamar, جوز الهند, coconut. Just like, it's basically like the shaved coconut, right? The flakes. And walnuts. Walnuts, yeah. Walnuts. All right, so this is it for today's video. I hope it's not a lot, and stay tuned. We have a lot of plans, a lot of good ideas, videos coming your way. So bye bye. Bye bye.